من داخل فندق توليب نرحب بالسادة الضيوف الكرام اللي نورونا النهاردة في مؤتمر فوركس الإسكندرية 2022 للتدريب والاستشارات بالبورصة المصرية. أهلا وسهلا بكم. نعرف بحضرتك. هنا عبد الهادي، أديبة وكاتبة عضو اتحاد كتاب مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. عايزين نعرف النهاردة من خلال مشاركتك للمؤتمر استفدتي إيه؟ هي أنا أساسا خريجة تجارة محاسبة، فعندي خلفية عن التجارة والبيزنس وكده، بس وبرضه بيبقى في دمك الحاجة اللي انتي درساها أو كده. فالنهاردة فكرة البورصة والتعامل في البورصة والحاجات دي كلها دي أنا عندي خلفية عنها، بس العالم ده مختلف، محتاجين نعرف عنه تفاصيل كتيرة. هم أضافوا لنا في المؤتمر الحوكمة ومعناها وطرق التعامل في التجارة، الشركات العائلية وازاي نتعامل فيها، ازاي نحفظ حقوق الناس، كل الحاجات دي، وازاي ادخل تجارة واقدر اكسب، الفوكس، البورصة، كل حاجات كتيرة، معلومات كتيرة الحقيقة استفدناها وتعرفنا عليها، وخلفيات كتيرة كانت عندي اضافوا لها وحاجات جديدة اضافوها عليا. حابة النهاردة تشكري دكتور هاني وتقولي له إيه؟ انا الحقيقه بشكره، مجرد الفكر، الخروج بره الصندوق، ان انت تفكري في شيء جديد وانت عارفاه وعلى علم بيه وعايزه تعرفي بيه كل الناس. مش اي حد بيعمل كده، مش اي حد بيعوز يعرف المعلومه ويعممها بدل ما تبقى في نطاق ضيق للمختصين بيها. لا، انا اعرفها لمجتمع اكبر واستفيد واجيب ناس تانية تتعرف على العالم بتاعي وتقدر تتعامل فيه. فانا بشكرهم، يعني بشكره فعلا، الفكره جميله والناس اللي استضافهم او المحاضرين على علم واسلوب حلو، مقرب، ما كانوش مكلكعين قوي في الكلام، لا بقوا بسطوا الامور ووصلوها لنا بطريقه سلسه وجميله. شكرا. أشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. أستاذة رانيا أحمد، أخصائي التخاطب وعيوب الكلام، رئيس مجلس إدارة أليكس أكاديمي والمؤسسة بتاعتها. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حابين نعرف من حضرتك النهارده ازاي الام تقلق على ابنها او بنتها. هو من البداية الطفل من بداية منذ الولادة احنا بنعرضه على دكتور يفحص الطفل عضويا ان مفيش اي مشكلة ظاهرة. بعد كده الام بتتابع طفلها وهو لسه من اول الشهور الاولى لحد 3 شهور، الطفل بيسمعها، بيناغيها، بيبص لها لما بتشاور له اللي هي المناغاة دي. طبيعي ان الطفل اللي هو بيبقى كويس عضويا وصحيا اول الام بتناغي عليه، بيبص لها، بيضحك، بيعمل كل دي مؤشرات لصحة الطفل. لو الام لقت الطفل مش متجاوب معاها، ما بيتفاعلش مع الاصوات اللي حواليه، من هنا تبتدي تقلق وتعمل تدخل مبكر وتشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا احنا بقى بنفضل مع الطفل تدخل مبكر، وفي امهات ما بتلاحظش ده غير بعد 3 سنين. شغلنا احنا كتخاطب بيبدا من بعد 3 سنين، لكن تنميه المهارات والتدخل المبكر بيبدا بدري جدا يعني. من خلال مشاركتك بقى النهارده للمؤتمر حابين توصلي رساله للشباب وتقولي لهم ايه. بقول لهم دلوقتي سوق المال والبورصة والذهب والحاجات دي كلها، هو دوت الاقتصاد دلوقتي، هو اللي شاغل بال العالم كله. العالم كله دلوقتي متجه للاقتصاد، فاحنا ما ينفعش نقف محلك سر، احنا لازم نتعلم ونشوف نكتشف حاجات جديدة. يعني ده مجال بعيد عن عملي، عن شغلي، انا شغلي تربوي، بس مجال سوق المال دلوقتي هو ده متطلبات العصر. عشان كده انا جيت النهارده احضر واشوف الدنيا ايه واتعلم. وبشكر جدا بالمناسبه دكتور هاني بشير ان هو اتاح لنا الفرصه في مؤتمر زي دوت ان احنا نتطلع ونعرف الدنيا فيها ايه، نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا. احنا ما ينفعش نفضل مغيبين، احنا لازم نفضل نعرف
نواكب العصر اللي حوالينا، ما ينفعش نفضل زي ما احنا. وكل الشباب يا ريتهم يعني يطوروا من نفسهم ويتعلموا ويبقوا احسن، وان شاء الله مصر هتبقى جميله وبشبابها وكل ولادها. عفوا يا فندم، شكرا لذوقك. تعرف بحضرتك. السيدة بشير، نائب مدير بنك سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا ست الكل. رأي حضرتك ايه النهارده في المؤتمر؟ ما شاء الله مؤتمر جميل قوي ومنظم، وأنا بشكر كل اللي دعوني النهاردة وعلى رأسهم دكتور هاني. والحمد لله المؤتمر استفدت فيه حاجات كتيرة جديدة الحمد لله، بالنسبة للبورصة وبالنسبة للمؤشرات والوقت اللي جاي بالنسبة للأسهم والدولار والذهب. فالحمد لله استفدت كتير قوي قوي النهاردة، وسعيدة جدا ان انا في فندق توليب، والحمد لله ان منظم جدا، وربنا يوفق كل الشباب في كل الايام اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك شكرا.